وقعت في قاعة الفرح وتوفت. قصة عروسة الشرقية اللي هزت قلوب كل الناس خلال الساعات اللي فاتت. العروسة اللي دخلت الفرح والقاعة وهي في قمة سعادتها بترقص مع عريسها وكل الناس فرحانة وبتزغرط، الكل بيرقص والكل سعيد في مشهد الناس بتقول عليه ليلة العمر، وهي الليلة اللي العروسة كانت بتحلم بيها وبتجهز لها هي وعريسها بقالهم شهور، واللي كان باين عليهم السعادة الكبيرة يوم كتب الكتاب. لكن فجأة وبدون أي مقدمات العروسة بتقع جوه قاعة الفرح والدنيا بتتقلب والناس كلها بتجري علشان يشوفوا اللي حصل، وفجأة بياخدوا العروسة ويتحركوا بيها على المستشفى، والأسرة اللي كانوا مستنيين يوصلوا بنتهم شقة الزوجية بيودوها للمستشفى بسرعة شديدة جدا علشان الدكاترة يبلغوهم ان عضلة القلب بتتوقف، ويحاولوا يعملوا لها انعاش بكل الطرق علشان ينقذوها والقلب يرجع ينبض مرة تانية، لكنهم بيفاجئوا بان قلب العروسة توقف تماما بعد محاولات كبيرة للإنعاش، وبتتوفى صباح اليوم علشان المشهد اللي قدام حضراتكم ده يكون واضح. من عروسة بترقص في قاعة الفرح لناس شايلين خشبتها وماشيين بيها علشان يدفنوها، من أهالي لابسين فساتين وبيرقصوا فرحانين وبيزغرطوا لناس لابسة العبايات السوداء وبتصرخ ومنهارين على فراق بنتهم أو قريبتهم، من عريس فرحان بزوجته واقف في وسط القاعة وهو بيحقق حلم عمره اللي تعب كتير علشان يوصل له وانه يكمل نص دينه لشخص واقف بيستقبل عزاها وهو مكسور وحزين وبيبكي. وده خلى الناس كلها تتكلم عن حاجة واحدة، انه العين حق، وان العين فلقت الحجر، والحسد قادر ان هو يخطف العروسة من زوجها وقادر انه ينهي على الناس. ربنا يكفينا شر العين والحسد ويقدرنا دايما على اننا نبعد عن الناس اللي ممكن يأذونا او يدونا عين تدمر حياتنا. ودايما يا جماعة خلي عندكم مبدأ انك تداري على شمعتك تقيد، علشان فعلا الوضع حاليا صعب جدا.